الناس اللي كيقول لك انا عندي الحاسه السادسه، كيقول لك انا دائما الحاجه اللي حلمت بها شتا في المنام هي اللي بالضبط كتوقع كما انا شتا كما تصورتها. وكيقول لك عاوتاني انا كيوقعوا لي شي حوايج بحال كنشوف انا بحال هذا الشيء كنت فايت منه شايفه، بحال داز قدامي داكشي، بحال كترجع لي الذاكره ان هذا الشيء فايت مني شتو. كيقول لك انا مثلا غنعطيكم امثله، كيقول لك انا حلمت بواحد السيد مات وبالفعل داك السيد نيت كيموت. كيقول لك عاوتاني انا كنهضر لكم على هذا النوع ديال الناس. كيقول لك انا مثلا كنحس ببنادم واش هو كيبغيني او لا كيكرهني، واش مثلا كنحس بهذاك الانسان دوك الناس اللي كنتعامل معاهم واش هما مزيانين او لا خايبين. كتكون عندي ديك الحاسه ديال الناس. هما البعض في الناس اخوتي المغاربه كيقول لك انا سماوها هذا الشيء كامل اللي هضرت ليه، كيقول لك انا عندي طاقه. واليوم انا بغيت نبين لكم هاد السميه ديال الطاقه اللي ادعوا هما انها هي طاقه. غنبين لكم اشنو هاد الشيء كامل اللي كيحسوا به هاد الناس واللي كيعيشوه هاد الناس، باش ما يبقاوش يغرهم يعني دوك المغالطات، دوك الناس اللي كيعطوهم افكار غلطه. هما لا علاقه لهم بهذا الميدان، هاضرين ولكن ما عندهمش تجربه، يعني ما لا اساس لهم الصحه هادشي اللي كيقولوا هاد الناس. كاين مثلا هاد النوع نيت كيقول لك مثلا انا كنكون جالس حتى كيطيح ليا في البال ديالي شي فكره في البال ديالي ان شي واحد غادي نشوفه، حتى بالفعل نيت كنتلاقى معاه او لا غادي يعيط ليا في التليفون او لا غادي نشوفه ولا غادي نتلاقى معاه. داك الشيء بالفعل نيت اللي كيوقع، اما كيعيط ليه داك كيحس بانه غيعيط ليه في التليفون كيعيط ليه، واما داك السيد انه هو اللي طاح في البال ديالو كيتلاقى معاه. الناس باش يعرفوا هذا الكلام كله اللي كنوصل ليهم، انت عندك اعراض اخويا شريف، انت عندك بعض الاعراض من هادو اللي كنقول. علاش ديما كنقول لكم انا دخلوا الفيديوهات ديالي، ديروا الراقي عبد العزيز مصباح ودخل الفيديوهات ديالي في جميع القنوات واستافد. ما فيها والو، راه ما قلناش لك حنا اجي تلقى عندنا، خذ منا معلومات. بس هاد الناس هادو اللي كيحسوا بهذا الشيء وكيوقع عليهم هاد المشاكل كامله غالبا عندهم بعض الاعراض من هادو. يا اما كيكون عندك شك، يا اما كيكون عندك وسواس، يا اما كيكون عندك خوف، يا اما كتكون عندك مثلا الوجه ديالك كتحس بشي حاجه في الوجه ديالك ولا في العينين ديالك، يعني بحال مثلا الوجه ديالك كتحس بالسخونيه او البروديه او الكلاف. كاين بعض الحالات اخوتي المغاربه، البعض فيهم البعض النوع ماشي غنقولوا بالضبط كلشي غيوقع عليه هادشي، ولكن حاله من هاد الحالات. كاين اللي كيطيح، كاين شي واحد كيطيح مثلا في الدار ولا شي وحده كطيح في الدار كيتجمع عليه عائلته، خوتو خواتاتو والديه، كيبدا داك الابليس داك العدو داك الكافر بالله داك الشيطان اللي مطرود من رحمه الله كيطلع. هذاك الشياطين كيبداو يضحكوا على دوك الناس، اولا كيبدا اصلا كيبدا يضحك على داك المريض. مثلا هي بنت غيقول لها راه جايك واحد باغي يخطبك وراه غتزوجي هاد الشهر وراه غديري وراه غتفعلي، او لا راه ولدك راه غيتزوج، او لا راه هذيك ما بقاتش بغات وراه ما بقى بلاتش مثلا غتزوج به. كيدخلوك في شي وهم، وانت مثلا انت كتكوني كتمناي الجواز، تعطل عليك الجواز. هذيك الشياطين كيستغلوا ديك النقطه انت اللي دائما مشكلك في حياتك باغا انت تتزوجي، كيبدا هو يدخل لك منها يوهمك. علاش كيدخل لك منها؟ باش انت تيقي. وما كيعجبهم بعض الناس، هاد الناس ديالنا الله يهديهم، لان انا كنقول لكم الله يهديكم. راه نتوما واش هي الثقه ما كاينهاش في انس؟ والانس كيكذب، وما بالو كان طالع شيطان ومجمع به ودايرين بداك المريض وسيرين كتحاوروا مع ابليس. مع من كتحاوروا نتوما؟ شكون هذاك اللي طالع كمجمعين معاه؟ شكون هذاك اللي كيهضر؟ هذاك ابليس مطرود من رحمه الله. وانت كيجي انسان كيعاود لك شي حاجه يا ترى تصدقوا ولا ما تصدقوا؟ وما بالك انت ابليس. المشكل اللي هضرنا عليه في الاول قلنا هاد الناس اللي عندهم الحاسه السادسه يا اما كيكون بسبب السحر، يا اما كيكون هو زهري.
وعلاش كيدير لك هكاك؟ كيبدا يبين لك هكاك، كيدير لك هكاك باش كيبان لك انت بشويه بشويه، كل خطره كيبين لك داك ابليس حاجه باش انت تثيق فيه، تقرب منه باش ديرو صديق. ومنك كتثيق في داك ابليس وكتولي انت كل من قالها وكل من شتيها كتثيق بها وغتقول غيوقع وبالفعل كتوقع، كتولي انك انت عندك ثقه في داك العريض، داك الشيطان اللي ملبس بيك. وكاين عاوتاني هاد النوع نيت، هاد النوع بالضبط كيقول لك مثلا كتشوف بالليل كيقول لك وذبح دجاجه بتولي تعالج الناس، او لا سير زور باش تعالج الناس. هادي علاش كنقول لك انا تحايل ديال ابليس. وهذا الشيء كامل اللي كتعيشو راه هو كيستدرج فيك، كيتحايل عليك باش يردك شواف.